مقدمة في الإرشاد المعرفي السلوكي. هنيجي نتكلم الأول على النظرية المعرفية السلوكية. النظرية المعرفية السلوكية بيركز أصحاب هذه النظرية على دور الانفعالات والمعتقدات والتصورات والإدراكات في انفعالاتنا وسلوكنا. فهو زي ما أنا اتكلمت معاكم قبل كده وقلت لكم إن النفس الإنسانية متكونة من جسد ومشاعر وأفكار وسلوك. فأصحاب النظرية المعرفية السلوكية بيشوفوا إن النفس الإنسانية متكونة من أفكار وانفعالات وسلوك، وإن هو أي سلوك، أي مرض أو أي سلوك مشكل هو نتيجة لأفكار أو معتقدات أو تصورات أو إدراكات خاطئة. فالمعارف والأفكار المتعلقة بالذات وعن الآخرين والعالم بتوجه الانفعالات والسلوك. فالاضطرابات النفسية في جوهرها أفكار خاطئة أو إدراكات مشوشة أو غير صحيحة زي ما قلنا في قبل كده. التاريخ بقى بتاع النظرية المعرفية السلوكية هي اسمها أليس أو ألبرت أليس العلاج العقلاني عام 1955، وبعدين سماها العلاج العقلاني الانفعالي سنة 1961، وبعدين سماها العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في سنة 1993، وبعد كده ألبرت أليس توفى وما كملش يعني تجديد في النظرية بتاعته. كان معاصر ليه في بعض الأوقات واحد اسمه أرون بيك. أرون بيك كده كتب سنة 1963 بحث سماه التفكير والاكتئاب، وبعدين طلع 4 كتب بين سنة 1967 لسنة 1973، وبعدين سماها العلاج المعرفي سنة 1976. وأرون بيك لسه عايش لحد دلوقتي وعمال يعمل تطويرات في النظرية بتاعته. بعدين اشتهر باسم العلاج المعرفي السلوكي باقتراح من ماهوني وماكن باون في سنة 1980، واستمر الاسم لحد وقتنا هذا. المسلمات بقى بتاعت نظرية العلاج والإرشاد العقلاني الانفعالي أو المعرفي السلوكي بمعنى صح لو هنتكلم على المصطلح المشهور به، أن الإنسان يولد ولديه القدرة على التفكير العقلاني المستقيم وغير العقلاني. يعني هي دي حاجة موجودة عند الإنسان إن هو يفكر تفكير عقلاني أو إن هو يفكر تفكير غير عقلاني. دي ملهاش علاقة بالبيئة، يعني مش عشان أنا اتولدت في المكان الفلاني أو في وسط العيلة الفلانية فبقى تفكيري غير عقلاني. ولا أنا عندي الإمكانية للاثنين. إنما هو القدرة، استخدام القدرة هو اللي بيحتاج، يعني القدرة موجودة عندي في الحالتين. النقطة اللي بعد كده أن أساليب تفكيرنا ومعتقداتنا اللا عقلانية تكمن وراء اضطراباتنا النفسية. يعني المرض النفسي أو الاضطرابات النفسية اللي هي بأي شخص بيعاني منها هي نتيجة للتفكير والمعتقدات اللا عقلانية زي ما قلنا في مسلمات النظرية. النقطة اللي بعد كده أن الأفراد مهيئون بيولوجيا على أن يفكروا بطريقة ملتوية، وأن يهزموا أنفسهم وأن يبالغوا في كل شيء، وأن يشعروا بالإثارة الشديدة وتصرفوا بغرابة لأتفه الأسباب. يبقى أن هو الشخص زي ما قلنا يولد ولديه القدرة على التفكير العقلاني المستقيم وغير العقلاني، هو مهيئ بيولوجي ان هو يفكر بطريقه مش مناسبه، ينفعل زياده قوي عن اللزوم من غير لازمه او يتصرف بغرابه. كل دي حاجات برضه بيولوجيه متوفره فيه. النقطه الرابعه او المسلمه الرابعه يفترض ان هناك تفاعل بين تفكير الانسان وانفعاله وسلوكه زي ما قلنا. فحدد ألف 11 فكرة هي سبب. هو شايف ان الاسباب المرض النفسي بينحصر في واحدة من 11 فكرة دول. اول فكرة غير لا عقلانية، دي افكار لا عقلانية زي ما قلنا، اعتقاد الفرد بضرورة ان يكون محبوبا ومرحبا به من كل شخص هام في بيئته. مفيش حد طبعا كل الناس بتحبه وكل الناس يعني مبسوطة منه، يعني ده حتى الانبياء والرسل على مدى تاريخهم كان ايه؟ الناس اللي بتكرههم والناس اللي بتضرهم والناس، مفيش حد، مفيش. الطبيعي ان مش
زي ما انا هيبقى لي ناس بتحبني، لي ناس معجبه بيا، هيبقى لي اعداء، ده طبيعي. اعتقاد الفرد بان من الضروري ان يكون كفءا وملائما ومنجزا في جميع المجالات. برضه ما فيش شخص يعرف كل حاجه. يعني اذا كان انا اعرف في علم النفس، انا ما اعرفش في الهندسه، واللي يعرف في الهندسه ما يعرفش في الكيمياء. ده طبيعه الحياه، ما فيش حد عارف جميع العلوم اللي موجوده على وجه الارض. اعتقاد الفرد ان من الضروري لوم ومعاقبه الاشخاص السيئين والوقحين والمزعجين. وفي الواقع ان الحياه ما بتمشيش كده. زي ما بنشوف نلاقي حراميه ونصابين وبتاع عايشين زي الفل وميتين على سريرهم ومفيش اي مشكله، او عاشوا حياتهم بالطول وبالعرض من غير ما يشوفوا اي عقاب او يحصل لهم اي حاجه. لان هي الحياه ليست عادله في جميع، الحياه ليست عادله في جميع الاوقات. احيانا بيبقى فيه ناس يستحقوا العقاب وما بياخدوش عقابهم، وناس بيتظلموا وما بياخدوش حقهم. يعني ده واقع الحياه، يعني ايه العدل عند ربنا في الاخره. النقطة اللي بعد كده اعتقاد الفرد أن الأمور يجب أن تسير حسب رغبته، طبعا ده مستحيل. 5. اعتقاد الفرد بأن شقاء أو بؤسه وعدم سعادته هي نتاج للأحداث والأشخاص، وإن ده خارج عن إرادته وغير قادر على التحكم فيه. يعني اللي هو أي مصاعب أنا بشوفها، أي ظلم، أي فشل، أي كلام ده هو نتيجة لغيري. لا، ده هو اللي حط الامتحان ما كانش كويس، مش انا اللي ما كنتش مذاكر، لا هو اللي حطوا لي امتحان صعب، او انا حطوا لي في لجنه كانت دوشه ما عرفتش احل. يبقى اي فشل هو بيلقيه على الاحداث وعلى الاشخاص الاخر. اعتقاد الفرد بان الحالات التي تمثل خطرا عليه ينبغي ان يتم التفكير فيها. يعني اي مشكله يوقف حياته كلها ويقعد يفكر في المشكله دي. طب النهارده انا جاوبت صح ولا جاوبت غلط، ويسيب الماده اللي عليها يمتحنها. هو مشكلته يقعد يفكر في ايه؟ في المشكله اللي حصلت. لا خلاص، مشكله حصلت بفكر في حل ليها، لكن في نفس الوقت بعيش بقيه حياتي، ما بحصلش حياتي كلها في المشكله اللي وقعت. على العكس بتاعه بقى اعتقاد الفرد بان الهروب من المواقف الصعبه والمشكلات افضل من مواجهتها. طبعا ان انا اهرب من المشكله او ما افكرش فيها ما حلهاش، المشكله هتفضل تلحقني، هتفضل ورايا، هتفضل واقع بالنسبه لي. اعتقاد الفرد بحاجته الى الاعتماد على شخص او اشخاص اقوى منه. ان انا لازم يبقى حد ساندني، لازم يبقى حد معايا، لازم هو ايه، ان انا مش هعرف اعمل حاجه لوحدي، انا لوحدي مش كفايه، انا احساس بالدونيه والاحساس بالعجز الدائم. النقطه اللي بعد كده اعتقاد الفرد بان الاحداث الماضيه في حياته هي التي تحدد سلوك الحالي. ده عادي، يعني هو طبيعي ان حياتنا الماضيه بتاثر على السلوك المستقبلي بتاعنا، لكن ايه هنا في مشكله عنده وانه لا يمكن تقييمها. لا، انا في بيئه فقيره تمام، مفيش مشكله، لكن انا ممكن اشتغل واسعى واجتهد واعمل لحد ما انجح في حياتي. ده مش ايه، مش دي اللي هو وقف حياتها. ويعني انا اتذكر على واحده في امريكا، للاسف مش متذكر الاسم بتاعها بالظبط. الست دي هي اتولدت لابين مدمنين مخدرات، وبعدين اتوفوا نتيجه استعمال الحقن الملوثه، فجالهم ايدز وتوفوا بعدها. واترمت في الشارع بنت صغيره لا متعلمه ولا معاها صنعه ولا يعني اسوأ حاجه يعني ايه. طب خلاص ده الوضع الاجتماعي بتاعهم، طب خلاص يبقى هي هتفضل طول عمرها كده؟ لا، البنت دي ابتدت تشتغل ودخلت مدرسه ليليه. يعني بقول البنت مراهقه كان عندها 11 12 سنه، تشتغل وبتسعى تكفي كفت نفسها، دخلت مدرسه ليليه كمنحه. المدرسه دي نجحت فيها بدرجه كويسه جدا، قدرت تحصل على منحه في جامعه هارفارد. الست دي دلوقتي هي استاذ في جامعه هارفارد اللي هي نمره 1 على مستوى جامعات في العالم. يعني مش اي واحد بيخش الجامعه دي، لا دي بقت استاذ دكتور فيها. فهنا الاحداث الماضيه بتاثر في حياتنا،
لكن ممكن نتغلب عليها، مش ان هي خلاص حياتنا بتقف على كده. النقطة اللي بعد كده اعتقاد الآخرين الفرد بأنه عليه ان هو يهتم بمشاكل الآخرين ويوقف حياته عليها. زي ما قلنا في نقطة قبل كده ان انا وقعت في مشكلة اوقف حياتي كلها واقعد افكر فيها، ده شبيه ليه بقى، مش مشكلتي، لا ده مشكلة غيري، بس برضه اوقف حياتي عليها. النقطة الأخيرة اعتقاد الفرد بوجود إجابات صحيحة وحلول مثلى لكل مشكلة، وإلا فهي المصيبة. طبعا مش كل مشكلة بتتحل، في مشكلة هتتحل 50%، مشكلة تتحل 70%، في مشكلة تتحل 100%، مفيش مشكلة. يعني على حسب قدرتنا مع التعايش، في حاجة حلول وسطى. يعني أنا كنت عايز أخش كلية الهندسة، لا جبت مجموع صغير، خلاص دخلت كلية علوم، هشوف هخش مثلا قسم الحاسبات هنا انا حليت المشكله بطريقه ثانيه، يعني ما وصلتش للدرجه اللي انا كنت عايزها، بس قدرت احل جزء منها، ما اوقفش حياتي وخلاص. يعني يا اما المشكله هتتحل كلها يا اما كده خلاص الدنيا باظت. هنيجي بقى عندنا اجراءات الارشاد في النظريه المعرفيه. اول اجراء بنستخدمه في الارشاد المعرفي السلوكي هو التثقيف النفسي. يعني ايه تثقيف نفسي؟ لازم اكون معرف المستشرف بتاعي ايه هي العلاقه بين التفكير والمشاعر والسلوك اللي اتكلمنا فيها، وازاي طريقه تفكيرنا بتاثر على حياتنا ومعيشتنا، لازم نفهمها له كويس. او اوعيه بقى ان هو يعرف افكاره ومشاعره ويميز بينها وبين بعضها، وان هو يكون عنده قدره على ان هو يسال دوما ده ليه، وانا بفكر ليه، او انا حاسس بكده ليه، او انا بعمل الحاجه دي ليه. النقطه اللي بعد كده اكتشاف الافكار والسلوك. فانا بدربه ان هو يكتشف ازاي بيفكر بطريقه سلبيه او طريقه غير لا عقلانيه، او ان هو بيفكر بطريقه عقلانيه. فان هو يكتشف العلاقه بين المشاعر وسلوكه وافكاره في المواقف. الموقف ده حصل، طب انا كان تفكيري في وقته ايه؟ طب تفكيري ده خلى مشاعري ايه؟ وبعدها اتصرفت بطريقه. لازم اقدر اكتشف الافكار وتتابعها. فيتعلم يستخدم التقنيات الخاصه بالاكتشاف عشان يوصل ليه، وانا هنتكلم عن النقطه دي بعد. ويتعلم ازاي يتعرف على افكاره، وازاي يصيغ الفكره اللا عقلانيه بحيث انها تبقى فكره عقلانيه بطريقه تكون مفيده في العلاج فيما بعد. الاجراء الثالث ان هو يتعلم يكتشف مشاعره ويعبر عنها بشكل واضح ويكتبها بشكل واضح، ويتعلم يكتشف الاعراض الجسديه مرتبطه بالانفعالات بتاعته. بعد كده بنوصل للاجراء اللي بعد كده اللي هو التصحيح المعرفي، وبعدين الاجراء اللي بعديه اللي هو التعديل السلوكي. التعديل السلوكي احنا اتكلمنا فيه في المحاضره بتاعه تعديل السلوك، فمش هنتكلم فيه تاني. فدلوقتي هنتكلم على الثلاث اجراءات اللي بعد كده اللي هم التثقيف النفسي، اكتشاف الافكار والمعارف السلوك، والتصحيح المعرفي. نيجي اول مهاره من المهارات اللي لازم عشان الارشاد المعرفي السلوكي هي مهاره المقابله الارشاديه. بيبقى فيه مهارات فرعيه فيها. اول مهاره فرعيه هي مهاره التحالف العلاجي، اللي هي الاتفاق المشترك على اهداف العلاج وعلى طرق وتقنيات العلاج. يبقى اي حاجه بنعملها في العلاج المعرفي السلوكي او الارشاد المعرفي السلوكي بيكون نتيجه لاتفاق بين العميل والمستشفى. طب يا استاذ فلان او يا فلان هنعمل كذا كذا كذا، وقدامنا 1 2 3 طب انت رايك نعمل ايه؟ طب لازم يبقى فيه اتفاق مسبق. التحالف العلاجي ده بيستلزم ان هو يكون فيه اي اصلاح لاي شروط في العلاقه. طب انا رديت عليه مثلا رد مش كويس، ده لا لازم نصلح الكلام ده، مش انه خلاص يلا 60 داهيه. والالتزام باخلاقيات المهنه وضوابط العلاقه زي ما اتكلمنا في الموضوع بتاع مهام الاخصائي النفسي، المهام ومسؤوليات الاخصائي، ان انا ما استفدش من علاقتي بالمستشفى بتاعي باي وسيله استفاده. وبناء علاقه فعاله بين المرشد والمستشفى. طيب دي اول مهاره. المهارات الثانيه اللي هي ايه؟ المهارات الانسانيه اللي هي بناء الالفه، واتكلمنا فيها على ان احنا لازم يكون في
ألفة بيني وبين المستشفى بتاعي، بحيث ان هو يقدر يحكي لي. لو مفيش ألفة بيننا وبين بعض وهو مطمن لي وهو مبسوط بكلامه معايا، عمر ما هيكلمني على مشكلاته. هو هيديني المعلومات اللازمة لموضوع دراسة الحالة اللي هنتكلم عليها بعدين. عمر ما هو هيديني علاقة علاجية تساعده على ان هو يخف من المشكلة بتاعته. النقطة اللي بعد كده إبداء الاهتمام، التفهم والتقدير. ان انا التفهم، ان انا اكون متعاطف معاه في مشكلته، متفاهم مشكلته وحاسس بيها. المهارة اللي بعد كده اللي هي مهارة الاكتشاف، وده بيكون عن طريق الأسئلة، عن طريق الإنصات، عن طريق تعبير الوجه، اكتشف حركة وشه، تعبير وشه، حركة ايديه، ضغطه على ايديه على بعضها، كل دي اي حركات جسدية هي لازم اكتشف وافهم معناها كويس. من مهارات الاكتشاف برضه مهارة التلخيص والتغذية الراجعة. يعني ان هو التلخيص ده بيكون آلي. يعني انت حاسس ان هم ضدك، انا قلت له هو ايه اللي قالوه لي، هو بيقول لي انا حاسس ان هم ضدي، فانا قلت له يعني انت حاسس ان هم ضدك. او البسيط اللفظي، يعني انت متضايق، يعني قصدك ان هو انت حاسس ان هم مقللين منك، برضه ايه اديته اللي هو الكلام بتاعه، بس مش نفس ايه الاسلوب بتاعه بالظبط. الاضافي الاستضاحي، باين ان دي هنا عن ان انا عايز افهم حاجه زياده. يعني باين اللي بيضايقك ان الخوف من وجهه الناس وشعورك ان انت حاسس بالضعف والعجز، كلام صح. فهو يبتدي يتكلم ويقول لي لا كلامك صح وهكذا، ويكلمني في نقطه ثانيه. استكمال برضه، اعاده تفسير المعنى. يعني انت قصدك وانت بتقول ان الدنيا مقفله في وشك ان الحلول الممكنه لمشكلتك بقت صعبه جدا. هنا الجمله اللي هو عايز يوصله لي، انا صيغته له بطريقه ثانيه ولخصته له بطريقه ثانيه واديته ان انا فاهمه وموجود معاه ومتابعه. العميق اللي هو بقى ايه، ان انا بعمله نوع زي ايه، زي اساليب ايه للتحليل النفسي. نيجي بقى مهارات المقابله الارشاديه. بقى اتكلمنا عن المهارات اللي فاتت، في مهارات خاصه بالارشاد المعرفي السلوكي. ايه هي المهارات دي؟ مش موجوده غير في الارشاد المعرفي. يعني المهارات اللي فاتت دي كلها هي موجوده في اي مدرسه ارشاديه، انما دي مهارات متميزه، دي بقى مهارات خاصه بالارشاد المعرفي السلوكي فقط. اول مهاره عندنا تنظيم الجلسات، اللي هو ضبط الوقت وجدول الاعمال ومراحل العلاج. وقلنا ده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق اتفاق مسبق بين العميل والتعليم والتوجيه. مهاره المقاطعه واعاده التوجيه والمواجهه بلطف. نيجي بعد كده عن التقييم النفسي، وهي اول خطوه قبل اجراء اي تدخل علاجي او ارشادي. فالهدف من التقييم هو الحصول على التشخيص الصحيح للحالة، فهم العوامل القديمة والحديثة المؤثرة على الحالة، وفهم طبيعة الخلل المعرفي والسلوكي. الخلل فين بالضبط، في الفكرة ولا في المشاعر ولا في يعني الخلل فين في التفكير وفين الخلل في السلوك. فأعرفه بتشخيص المرض. نبدأ بسؤال المريض عن فهمه هو عن مرضه وتوقعاته هو من العلاج أو من الإرشاد. الأعراض اللي عندك دي معروفة طبيا باسم كذا، وانت مش لوحدك، في كتير ناس عندهم الكلام ده، ونسبة المرض كذا، وأعراض المرض 1 2 3. بعدين بنوصل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي شرح العلاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوك، ودي لب العلاج المعرفي السلوكي. هنيجي هنا مثال، عندنا الحدث. واحد قريبي عزيز عليا قوي ما عزمنيش لحفل اللي فات ابني، هنا مشاعري هتكون ايه؟ أفكاري هتكون ايه؟ وبعدين نعيد النموذج على موقف حصل مرة. يعني هنا قريبي ده ما عزمنيش على حفل الفاتر، طب انا مشاعري هبقى متضايق. طب متضايق ليه؟ علشان انا اعتقدت ان هو تجاهلني، مش عايز. انا حاسس ان هو ان انا لو حضرت مثلا هعيره زي ما بنقول، او حاسس ان انا هبص ليه هحسده. يبقى الفكره او المعتقد اللي حصل هو السبب
وراء المشاعر اللي انا حاسس بيها. وبعدين زي ما قلنا بنعيد نفس النموذج على موقف واقعي للمريض هو اللي بيقول. زي ما قلنا الافكار ليها تاثير على انفعالاتنا ومشاعرنا، فسلوكياتنا برضه لها تاثير على الافكار وعلى المشاعر. فالعزله وضعف مهارات التكيف وضعف مهارات التواصل الاجتماعي والقسوه على الذات، كل دي بتسبب ايه؟ بتدينا افكار سلبيه وافكار لا عقلانيه، وبتدينا مشاعر بالهزيمه، مشاعر بالحزن، مشاعر ايه؟ سلبيه. فاهم الرسائل اللي هو بيحتاج المريض يذكر بيها نفسه ان هو ما يعاني منه مرض معروف طبيا وله علاج، ومش هو لوحده، لا في كتير بيتصابوا بيه حوالين العالم من جميع الطبقات، ويذكر نفسه بان هو بيتلقى العلاج او الارشاد وان حالته هتتحسن باذن الله. دي رساله مهمه لازم يكون اي مسترشد يكون واعي بيها، وان هو يكون دايما بيذكر بيها ده نفسه. فيشجع نفسه على الاستمرار في الجلسات والالتزام باللي هنتفق عليه، ويعمل التمارين اللي انا اطلبها منه، لان العلاج بيتطلب جهد واصرار، وان الموقف او الحدث مش هو السبب في حصول المشاعر، ولكن السبب هو طريقه تعاملنا مع الحدث عن طريق ايه؟ طريقه تفكيرنا اثناء الحدث وبعد الحدث. النقطه اللي بعد كده شرح تفسير الحاله، بمعنى ان احنا نشرح للمريض ازاي حصل له المرض ده، يعني ازاي اثرت الاحداث القديمه والحاليه، هنشوف اذا كان ده بينطبق على المريض، ونشرح له ابرز الافكار والسلوكيات اللي عنده، وازاي تدخلت العوامل دي في نشوء المرض عنده. ده بنسميه نموذج المرض. بعد كده لازم نؤكد دايما ان اي تفسير للحاله بيتم بالتشارك مع المريض، يعني مش الاخصائي بمفرده ولا المريض بمفرده، ولكن بالتشارك وبالتعاون الاثنين مع بعض. فلا بفرض على المريض فرض، ولكن يجب ان يكون الوصول للتفسير شيئا فشيئا اثناء النقاش في الجلسه، بحيث نوصل احنا الاثنين لنفس النتيجه. المرحله اللي بعد كده تعريف بالعلاج المعرفي السلوكي ونظام الجلسات. نظام الجلسات بتاعتنا 1 2 3، وهنعمل في الجلسه كذا كذا كذا، ومده الجلسه كذا، ده لازم يكون في تثقيف نفسي عن المرض. نوصل للنقطه اللي بعد كده اللي هي اكتشاف الافكار. فيجب اللي هو على العميل ان هو ينتبه لحالته المزاجيه ويفككها لاجزاء صغيره: موقف، مشاعر، افكار، سلوك. فلما احنا بنبقى في حاله مزاجيه سيئه، في الغالب ما بننتبهش اللي حصل بالفعل، بل مشاعرنا السلبيه المزعجه بتخلينا نفكر بصوره سلبيه ونتصرف تصرف سلبي. لكن مهاره الوعي ومهاره اكتشاف الافكار بتخلينا ما نقعش اسرع للمشاعر السلبيه، لكن بنقوم بتحليل الوضع بشكل افضل. فبنعمل حاجه اسمها سجل الافكار. سجل الافكار ده في الجلسات الاولى بنسجل يوميا مع كل تغير في المزاج ولمده اسبوع او اسبوعين. يعني انا قاعد دلوقتي مبسوط، بعدين اتضايقت، فبروح بسجل انا حصل كذا، حسيت ان انا متضايق، درجه الدقيقه 10، نعمل مسجل من 1 ل 100 او 1 ل 10 على حسب قوه الايه؟ المشاعر. وافكاري وقتها كانت كذا. وبعدين لما بنحتاج، لما بيحصل تغير في المزاج او مشكله في العلاقه العلاجيه او مشكله في التمارين المنزليه، بنرجع تاني لسجل الافكار. وبنعمل برضه قائمه للافكار السلبيه. انا المريض عندي اداني زي ما قال في 11 فكره سلبيه، المريض اداني 3 افكار سلبيه. طب انهي فكره هبتدي ان انا اعمل لها التصحيح المعرفي؟ هنا هختار اقواها تاثيرا على نفسه، اللي اكتر فكره مأثره فيه ومخليه مش قادر يعيش. فبطلب من المريض ان هو يستعمل سجل الافكار بشكل يومي، واكده على اهميه العلاج. بنركز على زي ما قلنا، بنركز على الفكره الاقوى تاثيرا.
فهقول له اريد، انا عايزك تسجل جميع المواقف المصاحبه لتغير المزاج، ان انت تتضايق، ان انت تبقى فرحان، ان انت اي تغير في المزاج. فكلما تغير مزاجك مباشره سجل في سجل الافكار، سجل الموقف والمشاعر والفكره والسلوك. فهو الهدف ان هو يبدا المريض يقول لنفسه انا اتضايقت وتعكر مزاجي عشان فكرت بالطريقه الفلانيه واتصرفت بالطريقه الفلانيه. نيجي بعد كده للتصحيح المعرفي، فهو تصحيح طريقه تفكير الشخص وسلوكه عن طريق ان ينتبه الشخص لطريقته الخاطئه في التفكير والسلوك، وانه يغير طريقته القديمه في التفكير والسلوك، ويتبنى طريقه جديده في التفكير والسلوك، فتتغير حياته بناء على التفكير والسلوك الجديد. الطريقة الشعبية العادية، ما واحد يقابله واحد يقول له أنا حاسس إن أنا مش ناجح، علشان يقعد يقول له لا يا عم لا، ولا ما تفكر الكلام ده كلام غلط. يعني إيه؟ الطريقة الغير متخصصة ما بتنفعش، لأنها في الغالب يا إما بتكون فكرة إيجابية غير محددة، أنت بطل، أنت قادر، لا أنت مش خواف، يعني أنت جامد، ما حددتليش طب أنا أقدر أعمل إيه؟ طب ايه جوانب القوه وجوانب الضعف اللي عندي؟ هنا فكره ايجابيه غير محدده. او بتكون فكره غير واقعيه، الامور هتتحسن، مع كلنا عندنا المشاكل دي، ماشي، الامور هتتحسن ازاي؟ مش لازم اعمل حاجه اللي تخليني الامور دي تتحسن عندي. او تبرير لمشاعر، الدنيا ما تستاهلش، ما فيش داعي الواحد يكبر الموضوع، يا عم كبر دماغك. فالتصحيح المعرفي لازم يكون نختار، هنا بقى ده الشغل العملي بتاع الاخصائي نفس المدرسه. اختار الفكره المستهدفه في التصحيح، وابدا النقاش مع المريض بطرح اسئله التصحيح عليه. طب لو انت فكرت بطريقه، طب بالعكس، طب هيحصل ايه؟ بعد النقاش نكتب الفكره الجديده، وبعدين نحاول نخليه يمارس الفكره الجديده في حياته واعمل لها تعديل. ايه اسئله التصحيح؟ اتكلمنا قلنا اديله اسئله التصحيح عشان اديله الفكره بديله. اول يعني اسئله التصحيح اسئله كتيره، بس اشهرها ايه هو الدليل على صحه الفكره؟ طب انت شايف بتقول ان والدك بيكرهك، ايه دليلك ان والدك بيكرهك؟ وايه الدليل ان فكرتك دي غلط؟ لا والدك بيحبك. طلع لي ايه دليل على دي ودليل على دي. وايه التفسيرات والاحتمالات الاخرى اللي حصل؟ زي ما قلنا موضوع اللي ايه، قريبي اللي ما عزمنيش على ايه، اصل هو معلش كان مشغول فنسيني، او ان هو العدد كان قليل يعني اضطر يعني قال لي الناس اللي هو عزمهم، او هو اتصل بيا وتليفوني كان مقفول، او بس كل دي احتمالات. او ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ ايه حجمه وايه اهميته وايه هتصل؟ يا عم هسقط في الامتحان، ايه المشكله؟ هيحصل ايه؟ هخش دور تاني؟ هعيد السنه؟ الحياه يعني ايه، هنتغلب على الموضوع، مش خلاص حياتنا وقفت. برضو ايه فايده تفكيرك بالطريقه دي؟ طب انت حاسس ان والدك بيكرهك، استفدت ايه من تفكيرك كده؟ بقيت بتتعامل مع والدك وحش، بقيت ما بتسمعش الكلام. طب لو انت فكرت ان والدك بيحبك، هتستفيد ايه؟ هو اللي يقرر وهو اللي يحدد وهو اللي يقول لي اجابات زي ما قلنا. هل انا بفكر بطريقه خاطئه؟ يعني هنا انا ده المستشفى مش الاخصائي. هل وقعت في احد انماط التفكير الغلط؟ هل الفكره دي مهمه ومستحقه كل الاهتمام ده؟ ولا مجرد فكره عابره يعني ممكن تطنشها ونعدي حياتنا؟